السلام عليكم. تعالوا النهارده بقى نعمل حاجة حلوة أوي الكل بيحبها، وببيضة واحدة بس زي ما أنتم شايفين، هنعمل حاجة حلوة تكفي 6 أفراد، اقتصادية جدًا وعلى قد إيدينا، وهاقول لكم على شوية تفاصيل كده أثناء الفيديو إن شاء الله هتعجبكم، يلا بينا. أول حاجة وزي ما أنتم شايفين جبت طبق وحطيت فيه بيضة، الطبق ده على فكرة هاستخدمه بس يعني مش هاستخدم حاجة تانية خالص، وبعد كده بقى حطيت ربع معلقة من الفانيليا يكون جودتها كويسة علشان تضيّع زفارة البيضة، وكمان رشة ملح. وبعد كده هاحط 3 معالق من الزيت، أي زيت نباتي عادي عندكم ما يكونش طعمه قوي، ممكن تستبدلوه بسمنة أو زبدة، بس صدقوني الزيت هيخليها هشة أوي، وكمان 3 معالق من الحليب وعليهم نص كوباية من المَيّة. طب أنا ليه ما حطيتش كله مَيّة أو كله حليب؟ أنا لما خففت هنا الحليب بالمَيّة هيخليها هشة أوي ما يكونش تقيلة كده، وخصوصًا إن إحنا بعد ما نخلص يعني هنحط عليها شوية حاجات تانية، وبعدين معلقة سكر كبيرة بس مش مليانة، ما تزودوش السكر يا جماعة علشان خاطر ما تبقاش من برّه يعني لونها دهبي غامق كده ومن جوه تبقى لسه نية، هتاخد لون بسرعة أوي لو السكر زيادة. بعد كده بقى حطيت كوباية ونص من الدقيق، الدقيق اللي أنا استخدمته النهارده دقيق فاخر، بس لو مش موجود ممكن تستخدموا اللي هو جميع الاستخدامات، بس الدقيق الفاخر بيخليها برضو قوامها مختلف، يا اللي هو بتاع الكيك والحاجات دي. بعد بقى ما نخلته حطيت عليه معلقة صغيرة بس مليانة من البيكنج باودر، شايفين معلقة صغيرة اهي بس مليانة. بس قلبت معلقة البيكنج باودر زي ما انتم شايفين على الدقيق كده علشان بس ما بهدلش كذا طبق وكده. وبعد كده بقى قلبت كله زي ما انتم شايفين، يا ريت يكون بس بالمضرب السلك ده علشان خاطر يتضرب مع بعض كويس قوي من غير ما يعمل اي تكتلات. لو مش موجود نزلوا الدقيق شوية بشوية وانتوا بتقلبوا بأي معلقة أو شوكة عندكم لحد ما توصلوا للنتيجة اللي انتوا شايفينها قدامكم دي، هتحسوا ان الخليط أخف شوية من خليط الكيك، وهو ده المطلوب بالظبط. شايفين؟ بعد كده بقى جبت الوافل ماشين اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، الجهاز ده على فكرة هو مش ماركة كبيرة يعني، هو مش براند بس جميل جدا، في كذا غيار كده، في اللي هو بتاع الوافل ده وفي بتاع السمبوسك وكمان في التوستر تحفة. ان شاء الله هعمل لكم فيه وصفات كتيرة قوي، اخيرا جبته فقلت بقى النهارده لازم اجربه واوريه لكم. حطيت بقى 2 مغرفة من الخليط اللي انا عملته ده، وبعدين رحت قافلة عليه. خلي بالكم ان هو فيه لمبتين، لمبة حمراء طبعا لان دي معناها ان الكهرباء متوصلة بيه، واللمبة التانية خضرا، وأول ما تنور كده يبقى معناها إن هو بيسوي الوافل. وطول ما هي منورة خضرا والدخان طالع كده تعرفوا إن هي بتستوي، هتاخد حوالي مثلا دقيقتين ونص. أنا بصراحة ما شفتش الوقت بالظبط اللي هي بتاخده، أنا أول مرة استعمله على فكرة، بس طالع فيه الوافل تحفة. شايفين؟ ولونه كمان حلو قوي، لو كنا زودنا السكر كان هيبقى ذهبي قوي كده من بره ومن جوه هيبقى لسه ني، ومقرمش جدا من بره بقى كده، يا نهار أبيض تحفة. هعمل كمان واحدة معاكم برضو مغرفتين، أنا خلاص عرفت العيار بتاعها إن هي مغرفتين، وهقفل عليها، وأول ما اللمبة اللي هي الخضرة دي تنور هسيبه لحد ما تطفي خالص، وأول ما تطفي معناها إن الوافلز استوى وبقى زي الفل. شايفين؟ حاجة كده تحفة بجد، هش جدا، طعمه حلو قوي على فكرة. أنا باكله كده من غير أي حاجة، من غير أي إضافات، بس يعني علشان خاطر الولاد وعشان خاطر اللي يحب برضه يحط إضافات هحط لكم شوية حاجات. أما بقى بالنسبة لجهاز التوستر أو جهاز الوافل اللي أنتم شفتوه ده، أنا على فكرة مش إعلان والله ولا أي حاجة، بس أنا قررت مع نفسي كده بما إن أنتم بقى بتبقوا مهتمين تعرفوا أنا باستخدم إيه بالضبط، هاطلّع لكم كل حاجة باستخدمها من غير ما يكون إعلان، أهم حاجة بس إن أنتم تستفيدوا منها وتلاقوه فين، يعني هو ده ممكن يكون في أي سوبر ماركت كبير أو أي محل من المحلات اللي بتبيع الأدوات الكهربائية. كهربائية إيه يا جماعة سوري، قصدي الأدوات المنزلية، هتلاقوه بمنتهى السهولة وسعره مش غالي على فكرة. دي بقى حطيت عليه عسل نحل وكمان صوص شوكولا، اللي انتوا عايزينه بقى حطوه، مربى بقى حاطين سكر بودرة، ممكن تاكلوه كده سادة زي ما أنا ما بعمل، حلو جدا. يا رب يكون عجبكم وتنفذوه بجد حلو جدا، ويا ريت ما تنسوش اللايك عشان ده مهم جدا، وكمان تشيروه وتبعتوه لكل حبايبكم، وده طلب شخصي مني. والأهم من كل ده نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في التعليقات ونفكر بعض عشان ناخد أكبر حسنات ممكنة، وألف هنا وشفا.